السلام عليكم. يلا يا حبايبي، النهارده نعمل أكلة جميلة وحرشة وحلوة من الأكلات اللذيذة. نعمل ويكا وهي بامية بتوع حبايبنا في الصعيد. إن شاء الله نعملها وتعجبكم الوصفة. عندي هنا شوية شوربة لحمة، أنا مصفياها من أي بصل، من أي توابل، حبهان وكده، وحطيت فيها بس فصين توم مفرومين على البوتاجاز لحد ما تغلي. غليت نزلت بيها بكيلو بامية متفرز، أنا مفرزاه وبس كده، وبغطيها كده بواري بالغطا نص تغطية عشان ما تفرش وتبهدل الدنيا لحد ما بتأكد إن هي استوت. خلاص هي كده استوت. هديها بقى كده ضربة بالهاند بلندر، ضربة عشوائية مش هنعمها، هديها ضربة عشوائية كده. أنا في الطبيعي أنا بحبها كده مش بضربها. بس هما حبايبنا في الصعيد بيعملوها بالمفراك بتاعهم، واحنا ما عندناش مفراك يعني، فهنضربها ضربة عشوائية كده بالهاند بلندر. بعد كده هعمل لها طشة عادية كده زي نظام الملوخية، يعني معلقة كبيرة كده توم مفروم ناعم، ومعلقة سمنة، لو سمنة بلدي تبقى حلوة قوي. وهحمص بس التومة يعني تصفر كده معانا، وهنزل عليها بمعلقة صغيرة كزبرة ناشفة. في بعض الناس بيحبوا يحطوا كزبرة خضراء على الطشة، بس أنا ولادي مش بيحبوها، فأنا بحب يعني بس كده طشة زي الملوخية يعني. وهحط عليها الطشة وكده الأكلة خلصت. أكلة جميلة، وأنا بعتبرها من الأكلات السريعة جدا جدا، وأكلة جميلة أوي يا جماعة. يعني البامية حاجة جميلة، أنا من عشاقها. والويكا طعمها حلو جدا جدا ومختلفة واعملوها تعجبكم إن شاء الله. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير للفيديو، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.